يا صباح الفل وصباح الورد عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يا رب كده ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. عيد فطر مبارك على الكل يا رب. طبعا بقى انتوا عارفين ده بيبقى اسبوع، العيد الصغير بيبقى 3 ايام بس احنا بناخده اسبوع. هو ده المتعارف عندنا في مصر اصلا يعني. العيد بيبقى اسبوع اصلا يعني. يلا كل سنه وانتم طيبين. يا رب كده ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب، اللهم امين. ارحب طبعا بكل المشتركين معايا، منوريني دايما كده يا رب على طول. لو انت اول مره تشوفيني، يا ريت يا ريت انك تنزلي تحطي الاشتراك بتاعك وتحطي اللايك بتاعك. كنت عايزه اقول لكم كمان ان احنا الفيديو ده يا جماعه، عشان اكون برضو امينه معاكم، ده الفيديو ده من رمضان. هو المفروض ان هو كان ينزل على القناه من يوم من في رمضان يعني. كان يوم الوقفه، بس بصراحه بقى انا كنت مشغوله وكده يعني. انا عارفه ان انا مقصره في القناه وكده. بس يلا معلش، عشان انتوا عارفين بقى ايه ال الولاد بقى والدراسه والدروس والكلام ده. فده اللي ايه ممكن ده برضو يكون واخد وقتي. زائد برضو ان انا يعني ايه يعني ايه عندي برضو ايه صفحه وكده. فده برضو اللي شاغلني شويه. تمام. عايزه بقى طبعا ان انا اقول لكم، انا عملت فته. كان يوم الوقفه او اخر يوم رمضان. كنت عامله فته، ما هو لازم برضو نختم رمضان باكله حلوه كده. وطبعا اكله حلوه بالنسبه لي اللي هي الفته بصراحه يعني. سهله وسريعه، وانتوا عارفين بقى بيبقى يوم الوقفه بقى بيبقى عايزه تنضفي حاجه، عايزه تعملي حاجه. بتبقي عايزه وفي نفس الوقت عايزه صايمه وعايزين بقى تفطروا وكده. فده اللي لقيتها انها ايه تبقى سهله معايا وتنجز يعني. هنا بقى كنت بشوح اللحمة دي يا جماعة، دي لحمة موزة. أنا بحب الموزة لأنها بتبقى مفصصة وفي نفس الوقت بتستوي بسرعة وطعمها بيبقى حلو. هنا بقى كنت أنا حطيت نص معلقة سمنة، ما كترتش برضو من السمنة معايا. ونزلت باللحمة. أنا هنا مش مكترة لحمة يا جماعة، أنا جايبة على قد بصراحة اللي هياكل يعني، لأن أنا عندي فيه يعني ولاد ما بياكلوش لحمة للأسف يعني. بيحبوا مثلا الطيور، بيحبوا البط، بيحبوا اي نوع تاني غير اللحوم يعني بصراحة يعني. ف... فانا بحاول بقدر الامكان برضو ان انا ايه ما اضغطش عليهم او اغصب عليهم هم ايه يعني ياكلوا لحمة غصب عنهم يعني. بعوضها لهم برضو في حاجة تانية. هنا كنت نزلت بقى برشة فلفل اسود على اللحمة، ليه تديني برضو طعم حلو وريحة حلوة. وطبعا بقى هحط عليها المنكهات بتاعتها. طماطمية متقطعة، بمناسبة الطماطم يا جماعة، ربنا يرحمنا برحمته، الطماطم ب50 جنيه وداخلة في 55 جنيه. نزلت بقى عليها بطماطماية متقطعة وبصلاية متقطعة وطبعا بقى الحبهان بحب انا افصصه كده. وورقتين غار او اللورة اللي بنقول عليها هنا في مصر يعني. ولو عايزة تحطي رشة سكر حطيها، بس انا مش هحط هنا لسبب ان انا عندي اللحمة هنا طرية هتستوي بسرعة ان شاء الله يعني. عشان كده انا بقولك انا بحب اجيب القطعية او قطعية اللحمة من اللي هي النوع اللي هو بتستوي. انتوا فاهمين ازاي؟ هنا بقى كنت فصصت المقطع ده طول مني قوي، لان كنت بفصص بقى الحبهان وكده. شوحتها كويس قوي برضو معايا. هنزل عليها بقى، انا غاليه لها ميه، هحط عليها الميه المغليه بتاعتها وهسيبها بقى تستوي مع نفسها. ههدي بقى هي تغلي بس غلوتين ثلاثه، اشيل الريم اللي على الوش بتاعها. لازم تشيل الريم اللي على وش اي طيور او اي لحوم انت بتعمليها. بصي بيظهر بقى اللي هو الريم ده، لان الريم ده بيبقى طبعا فيه زفاره وكده. مهما تكوني غاسله برضو الحاجه كويسه، او متاكده برضو من نظافتها، بيبقى برضو فيه يعني ايه ريم كده من على الوش. لو خدتي بالك انا ما عنديش ريم، بس برضو اللي هو ايه على الوش كده حاجات بسيطه برضو لازم تشيليها. تمام. هنا بقى خليتها على نار هاديه بعد ما غليت غلوتين ثلاثه معايا كده، شلتها على نار هاديه تستوي بقى براحتها. هنا بقى هنزل هعمل بقى الدقه او الصلصه بتاعه الفته. عندي معلقه سمنه على النار، على حله على النار يعني. هنزل عليها بمعلقه ثوم مفرومه وعليها نص معلقه كزبره ناشفه. وهنزل بشويه خل، بربع كوبايه خل يعني مش هكتر برضو. هخلي الخل يغلي معايا غلوتين. وهنزل عليه بعصير الطماطم. تمام كده. هخلي برضو وهحط برضو على الطماطم رشة فلفل اسود. ولازم برضو رشة السكر دي عشان برضو تعادل الحموضة معايا. تمام. هنا الطماطم كانت معايا حلوة، مش محتاجة صلصة ولا محتاجة اي حاجة، لا الطماطم كانت معايا كويسة يعني. وهنا طبعا رشة الفلفل الاسود ورشة السكر هحطها، دي اللي انا حطيتها. تمام كده. هخليها برضو تغلي غلوتين وهشيلها برضو على الناحية التانية، بحيث ان انا هقطع برضو العيش معايا. يعني انا كنت عايزة اقولك بقى على حاجة هنا بالنسبة للعيش، انا ممكن اقصه بالمقص وكل حاجة، بس انا سمعت او قريت يا جماعة ان انك تقصي العيش بالمقص ده حرام.
يعني انا بصراحه انا قريتها، مش هقول لك سمعت كمان، لا انا قريتها يعني ايه حرام. تمام والافضل كمان انك تقطعي العيش بايدك، بس انا هنا بقى ايه يعني استعملت السكينه وقطعت العيش. هيطلع برضو متساوي معايا وهيطلع شكله حلو برضو. تمام هنا بقى هعمل طريقه حلوه قوي قوي للعيش، بس للامانه برضو عشان اكون امينه معاكي. الطريقه دي مش بتاعتي، الطريقه دي انا شفتها في شيء مع الشيف، كانت طالعه يعني عملتها وكده، عجبتني الطريقه بتاعتها، قلت اجربها وبالفعل لقيتها حلوه ومديه ايه طعم وريحه حلوه قوي للعيش. اللي هي ايه بقى، انا طبعا حطيت معلقه سمنه، مش انا حطيت معلقه سمنه تقريبا و وحطيت العيش بقى، نزلت بالعيش هفضل بقى ان انا احمر فيه، انا ممكن احطه في الفرن وكل حاجه، بس ادام انا واقفه على البوتاجاز بحب ان انا اعمل كل حاجه على البوتاجاز. تمام تبقى ايدي يعني في الحاجه وكده. هنا بقى حمرت العيش كويس قوي، وهنا بقى عملت يعني وسعت كده لمعلقه توم، نزلت بشويه زيت، ونزلت بنص معلقه توم مفرومه مع الزيت، وهشوح بقى التوم كويس قوي لحد ما تطلع ريحته، وهنزل عليها بنقطتين 3 خل. الحركة دي يا جماعة فعلا ودت العيش في حتة تانية خالص بجد. هبتدي بقى ان انا اشوح في العيش او احمر في العيش مع السمنة والزيت والثوم اللي انا حطيته، ونزلت بشوية شوربة، مش بمغرفة زي ما انت شفتي كده، عشان العيش برضو ما يعجنش معايا، ما تكتريش الشوربة، شوية صغيرين بس عشان العيش يبقى معاكي طري، وفي نفس الوقت ما يبقاش ناشف معاكي قوي يعني. نزلت بقى هنا جبت حله معايا على النار، حطيت فيها برضو معلقه سمنه وشويه زيت ذره برضو عشان اشوح فيها الرز طبعا هيتعمل ابيض. انا بحب برضو ان انا احط الزيت مع السمنه بالنسبه للي انا يعني ايه للرز، بحب اشوح الرز في كده، ايا كان بقى رز حبايه وحبايه، رز بشعريه، بحب ان انا احط الزيت مع الرز، الزيت مع السمنه، الزيت مع السمنه. تمام هنا بقى هشوح الرز كويس قوي قوي، بحيث ان هو يديني الخرفشه دي في الحله، تسمعي صوت الرزايه كده بتعمل خرفشه في الحله، تبقى ايه يبقى الرز اتغلف معاكي كويس قوي. هنا هيديكي نتيجه حلوه، مش هيبقى معجن ولا هيبقى حاجه يعني، هيبقى حلو معاكي. تمام نزلت بقى عليه شويه ملح، هشوح بقى كويس قوي قوي الرز. وهنا بقى هنزل بميه، مش هحط شوربه، ليه بقى لان الشوربه معايا فيها طماطم، ويعني هتبقى ايه الشوربه محمره شويه، فهيطلع الرز معايا ايه شكله محمر، مش هيبقى ابيض، وانا عايزه الرز يبقى ابيض. حطيت الميه على الرز لحد ما خد المعيار بتاعه، هغطي عليه. هنا بقى طبعا الرز كان استوى والاكل كان استوى كله معايا. لو وصلت لحد هنا يا جميله ما حطيتش الاشتراك بتاعك، انزلي حطي الاشتراك بتاعك وحطي اللايك بتاعك. ولو اول مره تشوفيني يعني حاولي بقدر الامكان تاخدي لك جوله كده في القناه بتاعتي، لو عجبتك ان شاء الله حطي اللايك بتاعك وحطي الاشتراك بتاعك. هنا بقى كان الاكل كان جاهز معايا، الصلصه طبعا جهزت والشوربه جهزت، والرز بقى معايا ابيض ازاي، بحب انا رز الفته يبقى ابيض كده. هنا برضو انا عملت حركه برضو معايا او طريقه، انا اللي عامله الطريقه دي بصراحه، يعني قلت برضو تغيير شويه، احنا كده كده بنحط بقى ايه، اول متعارف بنحط العيش تحت وعليه الرز وعليه الصلصه. هنا انا عملت ايه، حطيت يعني مغرفه او معلقه رز كبيره تحت في الطبق يعني، وحطيت عليها شويه العيش، وحطيت عليها مغرفه يعني شويه صلصه برضو، وحطيت عليها الرز زي ما انت شايفه كده، وحطيت بقى طبعا الصلصه بتاعتنا، وكده كان الاكل بقى كان جاهز معايا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، لو طول شويه مني معلش، واشوفكم بقى على خير. ومش عايزه اقفل معاكم والله، الفتره اللي جايه دي هتبقى فيه فيديوهات هنزل برضو معاكم بيها، بس برضو عشان اكون امينه معاكم، الفيديوهات دي هتبقى برضو كانت متسجله في رمضان. تمام اشوفكم بقى على خير فيديو جديد، واقول لكم باي باي.